ضرب امه ورفع عليها سلاح. طلبت منه شكارة رز تاكل منها مع العلم انها ارضها وما وافقش. طردها من بيتها ده بعد ما قطع عليها الميه والنور، وحط ايده على ارضها ورفع عليها 4 قواضي حجر وما كسبهمش. ده كلام الست فرج الله في حلقة عمرو الليثي امبارح. تعالوا بينا مع بعض نشوف ايه اللي حصل. عمرو الليثي امبارح استضاف الست فرج الله اللي راحت له عشان تشتكي له من ابنها عادل، وقالت انه ضربها وطردها من البيت وشافت منه معامله مش كويسه خالص. واثناء الحلقه اتصلوا بعادل وكان رده غريب وكانه بيبرر اللي عمله. للدرجه دي وصلنا للمرحله دي وفي الاخر بنشتكي من الدنيا والظروف اللي احنا فيها؟ والله العيب مش في الدنيا، العيب فينا احنا. لما ابن يوصل بيه الحال للدرجه دي ويتعامل مع امه بالمعامله دي يبقى احنا خلاص يلا السلام علينا. انا دايما ما بحبش اظلم حد، ولكن خلينا في اللي احنا شايفينه. ام بتشتكي من ابنها، ايه اللي يوصلها للدرجه دي؟ واللي يحزنك اكتر ان الابن حتى ما يعتذرش، لا مش عاجبه الكلام وقفل السكه في وش عمرو الليثي. بصراحه حاجه يعني في منتهى الحزن اللي في الدنيا. احنا وصلنا لفين ولسه الدنيا هتورينا ايه؟ انا شايف ان مفيش حاجه اصعب من كده فعلا. احنا بنضيع.